أعلنت السلطات السعودية اعتقال الشيخ بدر النادر المشاري، وهو أحد الدعاة السعوديين المشهورين والمؤيدين للحريات الدينية والفكرية. وتشير التقارير إلى أن الشيخ بدر تم اعتقاله بعد تفتيش منزله في مدينة الرياض. وقد أثار اعتقال الشيخ بدر المشاري مخاوف بشأن حرية التعبير وحرية الدين في المملكة العربية السعودية. وقد أعرب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء عن قلقهم بشأن ما يمكن أن يتعرض له الشيخ بدر المشاري خلال فترة احتجازه. ولم تعلن السلطات السعودية عن أسباب اعتقال الشيخ بدر المشاري أو التهم الموجهة إليه بعد. ومن المتوقع أن يواجه الشيخ بدر المشاري محاكمة قريبا، ولكن لا يزال الأمر غير واضح بالنسبة للتهم الموجهة إليه وما إذا كانت ستتعارض مع حقوق الإنسان الدولية. وتعتبر حرية التعبير وحرية الدين من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون مضمونة للجميع. ويجب على السلطات السعودية الالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للحقوق الأساسية للأفراد دون تمييز.